أهلا بيكم في يوم جديد من أيامنا الكريمة. سؤال دايما بيجي ببالنا، هو أنا ليه لازم أسامح؟ وليه هضغط على أعصابي علشان خاطر حد غلط فيا؟ الحقيقة إننا فاهمين التسامح غلط. إحنا بنفتكر إننا لما بنسامح يبقى كده بندي هدية للشخص اللي غلط فينا وبنقوله اغلط براحتك. لكن الحقيقة إن التسامح ده هو أكبر هدية أنت بتقدمها لنفسك، عشان تفضي مساحة للفرحة تسكن جوه قلبك، بدل ما هو دايما مشغول بالغل والوجع. ربنا سبحانه وتعالى وصف المتقين بصفة عظيمة قوي وقال: والقاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. تخيل انك عشان تكون محسن وربنا جل شأنه يحبك محتاج تعدي مرحلتين: تكتم غيظك الأول، وده مجهود مش أي حد يقدر عليه، وبعدين تعفو، وده سمو ورفعة. وعشان كده ربنا خلى جزاء العفو ده عليه هو، وقال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. تخيل لما يكون أجرك مش محدد، ده مقدر لربنا سبحانه وتعالى بعظمته وجل شأنه. هحكي لكم قصة بسيطة قوي من خلالها هنعرف يعني ايه سعة الصدر. وهنا هنبص لسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. في حادثة الإفك، الكلام الصعب اللي اتقال على السيدة عائشة رضي الله عنها، كان في واحد اسمه مصطح بن أساسة. مصطح ده كان قريب أبو بكر الصديق، وكان راجل فقير جدا، وأبو بكر هو اللي كان بيصرف عليه. لما مصطح خاض في الكلام، سيدنا أبو بكر الصديق غضب جدا. تخيل واحد بيغلط في بنته، فطبيعي انه يغضب، فقال: والله لا أنفق عليه شيئا أبدا، خلاص ما عدتش هصرف عليه تاني. فنزل عتاب من ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا أبو بكر الصديق، ولكن كان عتاب رقيق قوي. في الآية 22 من سورة النور، ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ سيدنا أبو بكر الصديق لما سمع ألا تحبون أن يغفر الله لكم بكى وقال: بلى يا رب، أحب أن تغفر لي. ورجع يصرف عليه أحسن من الأول. هي دي سعة الصدر الحقيقية، إنك تعلي وترفع من علاقتك بربنا سبحانه وتعالى فوق وجعك الشخصي. عشان كده ما تخليش قلبك مخزن للزعل. القلب المخنوق لا بيعرف يصلي بخشوع ولا بيعرف يدوق طعم النوم الهادي. جرب كده النهاردة تفرغ حمولة قلبك سامح مصطح اللي موجود في حياتك، مش عشان هو يستاهل انك تسامحه، لأ، عشان تفتح باب لغفران ربنا ليك. وسع صدرك، الدنيا أصغر بكتير قوي من إننا نعيشها شايلين من بعض. وبكده تكون انتهت حلقتنا. يومكم جميل وصدركم واسع لكل خير. دمتم بخير.